اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة، واجعل الحوض موردا لها، والرسول شافعا لها، واجعل ظلك ظلا لها، والولدان المخلدون خدما لها، والسندس لباسا لها، والقصور سكنا لها. اللهم آمين. حبيباتي، بمناسبة عيد الأم حبيت نقول لكم بون فيت ا توت لي مامون. إن شاء الله ربي يخليكم تاج. ولا كيما نسموها باللغة الفرنسية ريد فيلفت، كيكة بسيطة وبزاف بزاف بنينة. مكونات تاعها كيما ولفتو دايما في وصفاتي بزاف سهلين ومتواجدين في كل دار. يلا نروحوا على بركة الله نبداو الوصفة ديالنا. كيما كتشوفوا حطيت 2 حبات تاع بيض. انا راح ندير كمية صغيرة، مانيش راح ندير كمية كبيرة باسكو الكيكه ديالي مانيش حبتها تكون عالية بزاف. وزيت السكر، الملح، لافاني. المكونات هذوما دوك كامل نكتبهم لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. هنايا عندي كولورون احمر، ماشي تاع لي ساشي صغار، مي هذا يتباع بالميزان، سي بور سا تجي لا كولور ديالو شابه وحمرا مليح. زيت تاني حوالي 100 غرام تاع الزيت. او ميم طون راني نغربل في هذوك النواشف هذوما واش فيهم الفارينه، لا مايزينا والكاكاو. هذوما نغربلهم كامل ونخلطهم هكذاك خلطه خفيفه. دونك عندنا الخليط الاول راهو في بيتخان دور، الخليط الثاني وعندنا خليط ثالث. انا ماشي شرط نستعملوا البيتخان، قادرين غير بالفوي برك نخلطوا هاد الكيكه. انا هنا غير على جال الوقت برك سي بور سا استعملته. ولي تحب تستعمل باتور تاني تقدر تستعمل باتور. الخليط الثالث واش فيه اللبن ولا الرايب، دو بريفيرونس ديروه باللبن خير يجي خفيف كتر، ونديروا له البيكربونات. وهنايا نسيت مغرفه تاع الخل، راح نشوفوا بلي انا ضفتها في الاخر، مي هي نديروها مع هذاك الخليط نخلوها تتفاعل برك. هنا نقول لكم بلي الخليط هذاك ديروه في ريسيبيون يكون غامق شويه باسكو تخافوا يفيض عليكم هذاك الخليط كي ديروا الخل. دوك راني زدت هذوك النواشف وراني نحرك غير بالفوي برك. حاجه مليحه في هاد الكيكه انها ما تاخذش بزاف وقت، وبلوس الشكل تاعها بزاف شباب، يوالم من للاعياد، يوالم من الحفلات، ميم حفلات عيد الميلاد نقدروا نديروه. لا كولور تاعو شابه بنين بزاف، وبلا ما نشربوه دايوغ هي هذاك الكيكه تجي وحدها مشربه. انا كيما راك تشوفوا نزيد الخليط الثالث تاع البن، وهنايا نزيد المغرفه تاع الخل اللي قلت لكم نسيتها. هناك تشوفوا هذوك النقاط البيضاء اللي راهم هنايا في هذا الريسيبيون، باسكو انا استعملت هنايا حليب باردون ماشي الحليب اللبن تاع البقره. دوكا نفرغو في ريسيبيون مدهون بالزبده ومرشوش بالفارينه، ونحطها طيب ديريكتومون في الفور على 160 درجه. هنا ما تقولهاش النار وخلوها تطيب في غضها. هنا هاد الكميه راح تاخذ لي تقريبا ساعه وهي في الفور. ومن الناس اللي عندهم الفور فونتيلي ما يشعلوش الفونتيلاتور ونخلوها تطيب في غرضها. ونجو نحضروا كيف كيف الكريمه ديالنا اللي راح نحشو بها هاد الكيكه. انا هنا شوفوا استعملت لا كريم فريش، هنا تاخذ لكم حوالي 400 غرام تاع لا كريم فريش، باسكو انا استعملت نص مي ما كفاتنيش، زدت شويه.
نطلعها بالباتور عادي ولا بالبيتران واش عندكم نتوما في الدار، نخليها تطلع بيان ومن بعد نزيد لها 2 علب تاع الفرomاج ريجي. هايليك الكيكه ديالي انا بعد ما طابت، انا هنا درتها في مول تاع 24 سنتيم مع 2 حبات بيض، بوغ ما جاتنيش عاليه بزاف. مي اللي تحبها عاليه وتجيها كونتيتي كبيره تستعمر 4 حبات بيض، صافي دوبلي كامل. هادوما المقادير اللي مديتهم لكم. سينو تستعمل هادوما المقادير اللي عطيتهم لكم تاع 2 بيضات وتستعمل مول صغير تاع 20 سنتيم. انا هنا حبيتها تجي كبيره شويه، هايليك كنا نقطعوها تجي حوالي 1 سنتيم هكداك. ما حبيتش نديرها خشينه بزاف. هناك تشوفوا طار لي مرسو صغير مي عادي، ميم اذا دارت لكم ليسونسيال كل حاجه تستريكيبيرا. وهذا المرسو الفوقاني اللي بقى لي باسكو هنا الكويزينيير ديالي كانت مايله شويه، بوغ الجهه جاتني عاليه اكثر من الجهه الاخرى. مي هذاك حتى ماشي نورمال باسكو راح نستعملوه في تحليات واحد اخرين. انا حطيت الطبقه الاولى كما راكم تشوفوا، راني نشرب فيها بشويه سيرو، فيه كيلة سكر مع 2 كيلات ماء، نحطوهم فوق النار غير يغليو نطفو عليهم، خلوه يبرد ونشربوا به الكيكه ديالنا. واش نقول لكم، هاد لا فيديو راهي تاع النسيان باسكو في لاكريم نسيت ما درتش سكر كلاص. هاد الكيكه توالم بزاف الناس اللي يحبوا يديروا ريجيم باسكو ما تجيش حلوه وتجي بزاف بنينه. هاي اللي كان زيت لها هنايا لا سكر كلاص وراني نحرك فيها عادي، ماشي راح تخسر الكريمه ديالي. هكذا نحركها ومن بعد نديرها دون اون بوش ونجي هنايا ندير دي غوزاس. اللي ما تحبش دير دي غوزاس تقدر تطليها كاريمون افيك اون سباتول فوق فوق هذه الطبقه الاولى تاع الكيكه. كما قلت لكم انا استعملت طبقتين برك باسكو مانيش حبيتها تكون كبيره بزاف، اون بليس ما كانش شكون ياكل، سي بوغ سا درتها هكذا 2 طبقات. جات بزاف خفيفه، جات هايله. نقول لكم هاد الكيكه غير ما تراطوهاش، خذوا رايي وجربوها، ماكوش رايحين تندموا، العكس رايحين تدعوا لي بالخير. احنا دوكا نقطع لا فريز ونزيدها شويه بالفوق. نقول لكم برك ملاحظه ننبهكم ليها، واذا درتو دوبليتو لا كونتيتي، حبيتو ديروا 4 طبقات ولا 3، نقول لكم برك هذا البسكوي ما تشربوهش بزاف باش يقدر يرفد لكم الثقل تاع الطبقات اللي يجوا بالفوق. كما قلت لكم قبل هي ديجا بداتها تجي مشربه، صافي ميم اذا ما درتيلهاش السيرو تجيك عادي. وبعد زيد تشرب شويه من هاد لاكريم هكذا كيما راكم تشوفوا. عمرتها بلا فريز من داخل، ونجي نزيد لها الطبقه الثانيه. وكما والفنا الطبقه الثانيه هي دائما الطبقه اللي تكون من تحت، اللي يكون وجهها شباب. راكم تشوفوا اختكم بدات دير في لي غوزاس هذوك ونسيت كومبليتوم باش نشربو. هنايا قبل ما نكمل راني تفكرت وجيت شربتو شويه هنايا في الوسط. مي قلت لكم عادي، ميم اذا ما تشربتش عادي. هاي ليك الكيكه ديالنا هنايا
في الشكل النهائي ديالها. وهنا راكم تشوفوا الكارثه، عبالكم بلي طاح لي التليفون وانايا نصور فيها وطاح البروبليم طاح فوقها، صافي ميم التليفون راهو غير منها وحب ياكلها. شوفوا خسرها لي غير شويه برك من الفوق مي ما راهيش تبان، سي با غاف. هنا كيما نقولوا سي لو جيست كي كونت. انا ليسونسيال حبيت نفرح به الوالده تاعي، حبيت ندير لها امتي جيست باش نعبر لها على حبي ليها، وباش نقول لها ميمتي كل عام وانتي بخير ان شاء الله. في الاخير نقول لكم الام هي نبع الحنان، وهي بحر من العطاء، تمد وما تسناش المقابل، وهي الوحيده اللي كي نغلطوا معاها عمرها ما تحقد علينا. قد ما نهضروا على الام ماناش راح نعطوها حقها، لو كان نكتبوا فيها كتابات وكتابات وكتابات ما عمرنا ما نعطوها حقها. وقد ما نسيو نردو لها الخير عمرنا ما نردو لها لو كان ذره من الخير اللي راهي دايرته فينا. سورتو نهضر كتر على النساء باسكو المراه كي تولد تما وين تعرف كتر قيمة يماها. المراه وإذا مرضوا لها ولادها تعرف قيمة يماها، وإذا مرضت ما صابتش شكون يعطيها اللقمة تعرف قيمة يماها. بزاف مواقف نتفكروا قيمة الأم ونعرفوا بلي في الدنيا هذه ماناش راح نصيبوا خير منها، ما كانش إنسان اللي يحب لنا الخير كيما هي. هاد الكلام اللي راح نقولوا نهديه لكامل الأمهات الموجودين فوق الكرة الأرضية. يلي لهاد الدنيا جبتيني 9 شهور وانتي حابلة العذاب، شحال تألمتي نهار حملتيني وغير سمعتي صوتي تعب عليك غاب. بصدرك الحنين يا يما ضميتيني، وبمحبتك فتحتي الابواب. فرحانة بيا انتي وبابا، واش جبتي واش جاب، على الدين والطاعة ربيتيني، شحال عييتي يا الحنينة وعمرك ما حسستيني. طول عمرك صابرة حتى كبرتيني وشعرك شاب، واقفة معايا ملي حليت عينيا في طفولتي وفي المراهقة حتى وصلت للشباب. كل ما عندك يا يما عطيتيني، وحلمك غير تشوفيني ناجحة وقيمتي فوق السحاب. نسيت باللي في قلبك يا يما خبيتيني، ولمك غير من خوفك عليا من الزمان اللي تعمر بالذياب. نهار تضيق عليا الدنيا غير انت اللي تفهميني، ومن غيرك يا يما ما عندي احباب. كما قلت لكم هذا الكلام موجه لكامل الامهات، وان شاء الله ربي يخليهم دائما كما قلت لكم تاج فوق رسالنا، ويرزقهم الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. بقاو على خير.